أول شيء راح نتكلم عن الأكاديمية وافتتاحها. اليوم احنا الحمد لله مرينا بالسنة الأولى عن افتتاح الأكاديمية، والحمد لله من بداية شغلنا بالأكاديمية كان لنا أهداف وكان لنا يعني برنامج واضح للاعبين ولاولياء الأمور، والحمد لله يعني إلى يومك هذا يعني تخرج منا كذا لاعب إلى الأندية، وإن شاء الله في لاعبين جايين بالطريق راح ينتقلون إلى أندية سواء كبيرة أو الأندية اللي هي الوسط. راح نتكلم احنا عن بطولة الخليج اللي كانت في مملكة البحرين. صراحة البطولة هذه كانت في البداية مجرد يعني كان اتصال بيني وبين الإخوان في مملكة البحرين، كان ودنا ان احنا نسوي معسكر قصير علشان اللاعبين يستفيدون ويحتكون ويشوفون اجواء المعسكر، لان اجواء المعسكر انتم عارفين هي بالنسبه حق العمر هذا اللي عمره يمكن 10 سنوات الى 12 سنه، الولد شلون يعتمد على نفسه، شلون ينام بكر، يقعد الصبح يتريق ويحضر نفسه حق التمرين الى اخره. فالحمد لله طلعنا من مطار الكويت، كانت الامور جدا سهله. ساعد على ذلك كان صراحه اللجنه يعني الاعلاميه معانا كانت وصورت مقتطفات داخل المطار وشلون التنظيم وشلون خط سير الرحله، والحمد لله ركبنا الطياره ورحنا المملكه. وطبعا انا كنت قبلهم بساعتين على اساس اني كنت احاول اجهز الشغل، حتى الاخوان هناك كانوا مستقبليننا خوش يعني استقبال يعني كأنك أنت رايح فريق أول للأمانة. نتكلم عن تحضيراتنا كانت للبطولة واللجنة الفنية مالت البطولة شنو كانت مقدمة. أنا صراحة يعني يمكن تفاجأت أو انصدمت إن كان في مؤتمر صحفي قبل البطولة بيوم أو كان الصبح، يعني كان الصبح قبل ما تبدأ البطولة، تكلموا وناقشوا امور قوانين البطوله وشنو الشروط على اساس كيفيه نجاح البطوله، وقعدنا يمكن خلال ساعه اتفقنا ان على اساس نطلع شكل البطوله يعني افضل ما كنا متوقعينه. طبعا كان في تقديم كل اداري فريق قدم فانيله الفريق ولون الفانيله، يعني مثل قاعد تشوفها في الدوريات الاوروبيه اللي برا او البطولات الرسميه اللي هي الاسيويه. طبعا نتكلم عن مباريات البطولة. الحمد لله دشينا المباراة الأولى، كنا يعني كانت في ربكة واضحة من اللاعبين، ولكن صراحة قدموا مستوى يعني يمكن الشوط الثاني دشوا راحت عنهم الرهبة، راحت عنهم الارتباك، راح منهم الارتباك، والحمد لله قدرنا نفوز 1-0 في المباراة، ويمكن هذه عطتنا دافع كبير عشان نكمل ونواصل مشوارنا في البطولة.
يمكن عامل الجو شويه كان والارضيه، ارضيه الملعب، لان تدري احنا نتمرن في ارضيه صناعيه، البطوله كانت في ارضيه طبيعيه وشويه كانت مرتفعه، زائد كانت رطوبه عاليه جدا. المباراة الثانية جينا مع أقوى فريق بالبطولة ما شاء الله، كان عندهم يمكن أعتقد 4 أو 5 لاعبين في منتخب مملكة البحرين. يمكن الشوط الأول معاهم، المباراة الثانية اللي هو نادي الشباب، كانت المباراة يمكن متكافئة. جينا الشوط الثاني يمكن أصيب كابتن الفريق اللي هو أفضل لاعب كان بالمباراة الأولى، أثر على مستوى الفريق اللاعبين، زائد لياقة اللاعبين نزلت شوي، خسرنا المباراة. ولكن أنا بالنسبة لي كإدارة فنية بالأكاديمية كنت مستانس. تقول لي ليش مستانس؟ لأن أنت قاعد اللاعب قاعد يتعود، في حالة الفوز شو يصير، في حالة الخسارة شو يصير، تعودت على أجواء الرطوبة، أن أنت شلون تتعامل مع الجو، شلون تتعامل مع أرضية الملعب إذا كانت العشب عالي منخفض. أنا إذا خسران هل أنا اتخلى عن ربعي ولا اظل متماسك؟ هذه كلها امور انا كنت مستانس. بالعكس، اذا الخساره تعلم، اذا ما تخسر عمرك ما راح تتعلم. جينا المباراة الثالثة، يمكن احنا كنا مطالبين في تعادل علشان نحقق يمكن يعني عقب خسارتنا من الشباب يمكن هو 90% وصل الى المركز الاول. يعني المباراة الثالثة قلنا حق اللاعبين نلعب مثل المباراة الاولى والثانية، ما نفكر بالتعادل. تفاجئنا دخل علينا هدف يمكن اول 4 دقائق، شوية حطنا في موقف محرج او صارت عندنا ربكة. قام مدرب الفريق كابتن محمد راشد في بعض التغييرات، بعض الامور، تغيير مراكز اللاعبين. الحمد لله قدرنا نسجل هدف التعادل. جينا الشوط الثاني يمكن كنا مسيطرين على المباراة، جانا هدف ايضا من خطأ يمكن يحصل لاي مدافع او اي حارس مرمى. ايضا هذا يعني اللاعب او الحارس يستفيد من اخطائه، يعني تكلمنا فيها بعد المباراة ان في حالة الضغط لازم انت شلون تحافظ على مرماك، شلون تكون متماسك دفاعيا. قولوا جول، يمكن الوقت بدا خلاص، احنا توقعنا ان خلاص المباراة راحت منا. 2-1 كان الفريق الحد. يمكن مع الضغط، مع استمرارنا في الضغط على المنافس، قدرنا نحصل على ركلة جزاء على فريق الحد، والحمد لله قولنا التعادل. يمكن كانت انا بالنسبه لي الجول هذا جول فوز، يعني ما كان جول تعادل. ليش؟ لان لو تشوف اللاعبين شلون ركضوا وحسوا انها قولوا تعادل انه بياخذون المركز الثاني، والحمد لله كانت المباراه انتهت بالتعادل وخذنا المركز الثاني. وهذه حلوه، يعني احنا كنا بالبدايه
تكلمنا أنا ما نبي فوز وخسارة، ولكن أنت شنو الآن دشيت في الشيء أو الشق الثاني اللي هو شق أنك شلون تعود اللاعب على روح الانتصار، وهذا كان مهم لنا. الحمد لله طبعا انا عقب ما انتهت البطوله تم تكريم جميع الفرق المشاركه، والحمد لله كان في صدى حلو من اولياء الامور واللاعبين وحتى المنظمين. اكاديميه برزوكا من الكويت مشاركه في مملكه البحرين، والحمد لله يعني احنا طلعنا في صوره مشرفه اللي هو هدفنا الاساسي. عقبها رجعنا الفندق وسوينا برنامج ترفيه حق اللاعبين يطلعون نوديهم مجمع مثلا مطعم يروحون يستانسون شوي، لان احنا ودنا مو بس كره قدم، ايضا هم في الجانب الترفيهي خاصه احنا في فتره الصيف. والحمد لله رجع الوفد الكويت وكان في صدى حلو واستقبال من اولياء الامور اللي الامانه اشكرهم على تعاونهم معنا. بالمناسبه هذه انا احب اشكر كل ما مو بس اولياء الامور او اللاعبين او المدربين، اشكر كل اللي وقف ويانا، لان صراحه البطوله هذه عطت انطباع وايد حلو، يعني خاصه كانت في تغطيه حلوه من الصحافه والاعلام في مملكة البحرين للبطولة. وأنا أحب أوجه رسالة حق جميع اللاعبين مو بس اللي شاركوا، إن طريق النجومية وطريق إنك أنت تصير لاعب تمثل دولة الكويت أو بتمثل نادي بالكويت ما يجي بوليد الصدفة أو بالسهالة. أنت تبي توصل لازم تتمرن، تسمع كلام المدرب، تسمع كلام ابوك بالبيت، توجيهات خاصه بالمدرسه، الانتظام دائما. هذا كل الامور هذه تنجحك كلاعب، وان شاء الله احنا بالمستقبل مو بس الفريق اللي راح، في فرق ثانيه ان شاء الله راح تنافس، وان شاء الله عندنا مفاجآت راح نقدمها لاولياء الامور.